القوات الأمريكية، والتي تعتبر آخر قاعدة يتم غلقها في محافظات الفرات الأوسط. إن دل على شيء يدل على جاهزية القوات الأمنية العراقية في إدارة الملف الأمني ومكافحة الإرهاب. الدليل على ذلك تنامي قوتنا الجوية، تنامي منظومتنا الاستخباراتية، أي منظومتنا الاستخباراتية بدأت ترفض القطاعات المنفذة بالمعلومات للقيام بعمليات إجهاضية قبل تنفيذها. خير دليل على ذلك زيارة 10 من محرم الحرام ونجاح القوات الأمنية في تحقيق جو آمن وملائم للجموع المليونية التي أتت صوب كربلاء المقدسة. حقيقة القاعدة راح تكون جزء من قيادة الفرقة المشاة الثامنة، باعتبار معسكر الفرقة الثامنة هو معسكر سابق للجيش العراقي، وأول لبنة للجيش العراقي تشكلت هنا سنة 1921، وعليه قائد الفرقة راح يكون حر في توزيعها لقطاعات الفرقة ولمن يخصصها. إذا عندكم أسئلة الآن أو كلمة القائد الفرقة. بس سؤال إذا سمحت. بس قائد الفرقة خليه يكمل مقدمته واسأله. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد. هذا اليوم تم إكمال كل الإجراءات المتعلقة باستلام قاعدة إيكو في الديوانية، القاعدة الأخيرة في محافظات الفرات الأوسط وضمن الرقعة الجغرافية وحدود المسؤولية لقيادة عمليات الفرات الأوسط، وكل القواعد اللي تم استلامها وتسليمها وفق توقيتات محددة سلفا وفق خطط أعدت من المراجع العسكرية العليا، وجميع هذه القواعد تم استلامها بشكل أصولي ووفق هذه التوقيتات. بتوجيه من السيد قائد عمليات الفرات الأوسط تم إعادة انفتاح القطاعات والمناورة بهذه القطاعات، بالإضافة إلى توجيهاته بصدد الخطوط العريضة المتعلقة بإشغال وحماية هذه القواعد، وتم إنجاز وانفتاح القطاعات على الأرض وفق هذه الخطط. القطاعات الأمريكية وفق هذه التوقيتات اليوم سيتم استلامها. لجنة الجرد كملت أمورها منا إلى 3 أو 4 أيام الحد الأقصى. ستغادر جميع القطاعات الأمريكية عموم قاطع مسؤولية قيادة الفرات الأوسط اللي الفرقة الثامنة جزء منها. شكرا.